السلام عليكم الناس متتبعين قناة ميلودة الحادقة، مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتي وقناتكم، وشكرا الناس متتبعين ديالي. البنات درت واحد الكيكة اللي هي سهلة وبدون فرن بدون بيض سهلة في التحضير وزوينة بزاف وتيبغوها الوليدات، وقلت علاش ما نشاركها مع الناس متتبعين ديالي. هذه هي الكيكة اللي درت اليوم وبغيت نشاركها معكم حقاش سهلة بزاف، بدون فرن بدون بيض بدون زيت البنات. هنا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، تبعوا المقادير من الاول حتى الاخر وراه غادي تصدق معكم. هاد الكيكه راه زوينه بزاف، راه اول مره تجربوها تصدق معكم، ما تخافوش منها، تبعوا المقادير. وشكرا الناس اللي كيتابعوا القناه ديالي، شكرا لكم بزاف. وهنا كتجي من 3 طبقات، راه الفيديو ما باينش مزيان، نتمنى من الله تكون الصوره باينه لكم مزيان. هي هاد الكيكه كتجي 3 طبقات. وهنا سمحوا لي داع لي الفيديو ديال التقطاع ملي قطعتها راه كتجي مقاده. هنا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير البنات. هنا عندي بسكوي، بسكوي ديال 250 غرام. هنا عندي شويه ديال البسكوي اللي حيدته اللي غادي نخلطوه. هنا هذا كاوكاو اللي انا محمراه وطاحناه شويه ماشي بزاف، تا هو اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. هنا عندي 2 معالق ديال شكلاط كاكاو. هنا غندوز نخلط هذاك الكاوكاو لهذاك البسكوي. 250 غرام ديال البسكوي لان انا طحنته في الهاشوار، ما طحنتوش بزاف. اللي ما عندوش الهاشوار كديريه في واحد بلاصيكو وكديري عليها المدلك وكتبقاي المدلك وتجيبيه صافي راه كيطحن. وانا كنخليه فيه بحال الحبيبات، ما كيكونش نطحنوش بودره باش كيجي زوين. صافي كندوز نخلط شكلاط كاكاو وكاوكاو وهذاك البسكوي. هنا عندي 2 معالق ديال الزبده اللي هما مذوباهم، اللي غنخلط بها هذا الخليط الاول باش غادي ندير الطبق الاول ديال هاد الكيكه. صافي كندوز نخلطها مزيان. وانا محيده منها واحد 2 معالق اخرى. هنا جبت المول وفرشت ليه هذاك ورق الزبده صافي، وغادي ندوز نسرح هذيك في داك المول كامل. هاد البسكوي ديالنا نسرحوه مزيان ونقادوه. خاصكم تخلطوه البنات تيبان لكم مرمل، يكون مرمل باش ملي نبداو نقطعوها ما يكونش يتفرتك لينا. ضروري من الزبده تكون دايبه باش يجينا داك البسكوي ديالنا مرمل. صافي كنضغط عليه مزيان بهاد المعلقه تنقادو. قاد لي الوجه ديالو مزيان بقى مبين حتى من جهه، وغنحط نقادو مزيان وغادي ندوز نحطو تيبرد شويه على ما نوجد الطبق اللي غندير فوق منه، الكريمه اللي غندير فوق منه. هنا البنات كتبقاو تقادوه مزيان. شوفوا كيفاش كيولي يبان لكم الوجه ديالو مقاد. هنا غندوز نوجد الكريمه كسرونه. عندي 2 معالق ديال النشا اللي هي مايزينا. عندي الطبق الاول ديال الكريمه. عندي 2 معالق ديال سنيده سكر سنيده. عندي هذيك 2 معالق ديال هذيك البسكوي اللي هو مطحون اللي نخلطو. صافي غندير 2 معالق في الكريمه. عندي هنا الفلو ديال الشكلاط. عفوا الفلو ديال الكراميل، سمحوا لي انا راني نسيت، كنت غندير فيه الشكلاط. هو لا في الاول كراميل وفي الثاني عاد غندير الشكلاط فلو كراميل. صافي غندوز نخلط هذيك العناصر مزيان. عاد غادي نخوي عليها ديك نص لتر الحليب. دابا تنخوي الحليب قبل لا نديرهم فوق البوطه ونخلطهم مزيان ونتخلص ما تبقاش فيهم داك الحبيبات باش ملي نديرهم فوق البوطه
يجوا لينا محبين، يجوا لينا لاصقين من التحت في الكسرونه. صافي هنا راه تخلط مزيان، كنخلط بالطراب اليدوي، عاد غادي نشعل عليهم البوطه. شوفوا شحال كنخلطوا. دابا درتهم فوق البوطه، والتحراك البنات يكون مستمر، ما تبداوش على التحريك باش ما تلتصقش لينا ديك النشا ولا السنيده. صافي شوفوا هنا راه ضاعف الحجم ديالهم، راه بداو الكريمه صافي راه طابت ليا، راه بدات كتعقد، وانا باقا مشعله عليها الفران وهي راه عاقده مزيان. دابا صافي هنا ساليتها الطبق الاول. صافي غنديرها فوق هذيك الطبق ديال البسكوي. صافي كندوز نضرب هذاك المول على سطح العمل باش تقاد لينا الوجه ديالها. هذا ما يحتاجش نديرو المعلقه، نضربوها على سطح العمل. صافي هي تقادت. هذاك الحبيبات اللي كيبانوا لكم هما هذوك ديال البسكوي اللي خلطت معاه. حطيناها تبرد شويه في الثلاجه، ودابا غندوز للتحضير ديال الطبق الثالث. درت هنا كيس ديال الفلو بالشوكولات، 2 معالق ديال معلقه ونص ديال النشا، معلقه ونص ديال السنيده. حقاش داك الفلو راه فيه راه حلو، ما بغيتش نقوي السنيده. صافي ندوز ثاني نخلط هذيك العناصر مزيان. عاد غادي نخوي عليها الماء، الكاس الاول والكاس الثاني. صافي كنخلطها جيدا. عاد غنديرها فوق البوطه، حتى هي ضروري كلشي كنخلطو قبل ما نحطو فوق البوطه. التحراك البنات كيكون مستمر، ما كنساليش من التحراك، ما كنحبش وما كنحيدش اليد ديالي على التحراك. شوفوا راه هي الكريمه بدات كتوجد ليا. غادي نزيد عليها واحد 4 شكلاطات مربعين. بغيت نطفيها عاد غنزيد عليها دوك 4 شكلاطات مربعين. صافي حتى عقدت ليا، عاد راني زدت عليها هذوك الشكلاطات. ايوا صافي ما بقى ليا دابا الا نطفي على الكريمه الثالثه والاخيره. صافي هي شوفوا شحال تبارك الله عقادت. صافي غندوز نخويها على ديك الكريمه الثانيه. صافي هذه الكريمه الثالثه والاخيره. دابا كيكون البخار ديال هذيك الكريمه كيطلع. ما عرفتش الصوره ما واضحاش لكم مزيان، نتمنى من الله تكون الصوره واضحه لكم. صافي غندوز ثاني نوزعها عليها كامله، ما تبقى حتى شي جهه خاويه. كنحرك على المول بحال هذا الشكل بحال هكا، ونضربو على سطح العمل. راه كيتقاد لينا الوجه ديالها باش كيجينا يبري، باش يجي الوجه مقاد، باش ملي نبغوا نقطعوها تكون مقاده بحال الفوقانيه بحال التحتانيه. ايوا هاد الكيكه البنات راه ساهله بزاف، وراه حتى لاخر لحظه وتقاد وتحطيها وتوجديها ما كتعطلش. ايوا انا البنات الفريخات الثاني راهم فرحانين بكم كيغنيو ليكم. ايوا هذا هو الطبق النهائي البنات ديال الكيكه اللي شاركت معكم اليوم. دابا غادي ندوز نحلها باش تشوفوها. ومن الفوق درت انا كل واحد اختياره واش بغى يزوق من الفوق. انا درت هذاك الشوكولات كيتسمى الزريعه. صافي درتهم عام من الفوق ديالها تبردت شويه، عاد درتهم. صافي ندوز نحيد المول من الفوق كيتحل. ايوا هذه هي الكيكه اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى من الله تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تنسوش ديروا ليها جيم وتدخلوا للقناه وتفاعلوا. اللي ما فاعلش يتفاعل في القناه. وشكرا الناس متتبعين ديالي، انا كنشكركم بزاف والله يجازيكم.